هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. فيديو النهارده هتكلم معاكم فيه عن تريكس مهمه جدا جدا لفصل الصيف. تعملوها في الصيف هتفيدكم جدا، فلو انتوا مهتمين وحابين فكيب واتشنج. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر. يلا نبدا. اوكي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني بجد قوي قوي قوي. الفيديو بتاع النهارده مهم جدا. انا حبيت اعمل لكم فيديو كده عشان الصيف طبعا دخلنا فيه، والحر حر جدا، فلازم اقول لكم على الحاجات دي. انا بحب افيدكم كل المعلومات اللي عندي وحاجات تستفادوا فيها، وان شاء الله تعملوا بيها وتدعوا لي عن تجربه. كل الحاجات دي انا جربتها، هي تريكس. انا مش هكلمكم عن برودكتس معينه او برودكت. انا كلمتكم في فيديو غير ده عن برودكتس، هسيبهولكوا في الديسكريبشن بوكس. انا هكلمكم عن تريكس تعملوها بغض النظر عن برودكتس ايه اللي بنستخدمها. اول حاجه هقسمها معاكم. هنتكلم عن الشعر، حاجه مهمه جدا بنعملها في الصيف لشعرنا. الشعر ما نغسلوش، احنا بنعرق كتير بس ما نغسلش شعرنا كذا مره، ونغسله مش بشامبو. غلط جدا نغسل شعرنا كده بميه بس. طيب هنعمل ايه؟ هنغسل شعرنا كويس جدا مرتين بالاسبوع. انا لو بغسله بالشامبو كويس جدا جدا، والشامبو يا جماعه بيتساب على الشعر مش بيتغسل على طول. هتقولولي الهير ماسك هو اللي بيتساب على الشعر. الهير ماسك بيتساب فتره، بس الشامبو بيقعد حبه. يعني انا ما ينفعش احط غسول على وشي وراه غسلات كده على طول. اي حاجه في الدنيا مش هتفيدني الا لو انا اديتها حقها. فقعدوا على شعركم، قعدوا الغسول على بشرتكم عشان تستفادوا فيه. طب ما هو انا ببوظ شعري مثلا لما باجي اكويه او بعمله، ببوظ بشرتي لما بحط عليها ميك اب. طب ليه لما اجي وبسيب يعني بحط الميك اب فتره طويله يعني بنبوظ؟ فليه لما نيجي نصلح مش ندي الحاجه حقها؟ او عامه اي حاجه لازم تقعد فتره عشان اشوف منها نتيجه عشان تفيدني. مفيش اي حاجه بتتحط كده وتتشيل كده على طول فنلاقيها. الشامبو بيقعد 5 دقايق كده على شعرنا عشان ينضف شعرنا. فبنغسل شعرنا كويس جدا 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 بالشامبو كويس جدا، وننضف فروة الراس كويس جدا مرتين بالاسبوع. فاحنا لما هننضف شعرنا ونغسله كويس جدا ونرطبه بالهير ماسك، هو مش هيحتاج انه يتغسل تاني ومش هيعمل اي قشره. ثانيا الزيت مش بيتحط على فروه الراس، الزيت بيتحط على الاطراف. يعني انا ما بحطش زيت، لو بحط زيت انا بحط ليف ان. الليف ان بتحط على الشعر وهو مبلول وما بنسرحش شعرنا، بنسيبه لما ينشف كده ونروح بقى مسرحينه. ولو هتحطي زيت انا بحط الكوكونات اويل، زيت جوز الهند، واحط نقط كده واعمله واحطه على اطراف شعري، مش بحطه على شعري جلد، لا. طيب هتقولي لي ما هو الشعر بيبقى عرقان من الطرحه وكده وعايزه اغسله، سيبيه يتهوى، افرديه كده ويتهوى وهينشف وخلاص، لكن ما تغسليهوش. اوكي، ده بالنسبه للشعر. بالنسبه لبشرتنا، انا عندكم قناعه ان احنا عشان بشرتنا بتزيت وبتدهن في الصيف فاحنا ما نستخدمش مرطب. لا، ده غلط خالص. مش معنى ان البشره بتبقى مزيته من بره ان هي مترطبه من جوه، لا، هي مش مترطبه. فانا لازم ارطبها واخلي المرطب يتخلخل جوه بشرتي. وعلى فكره الشمس بتخلي البشره تجف جدا جدا وبتعمل بقع وبتعمل حاجات كتيره. فهنرجع ان اهم حاجه الصن بلوك. الصن بلوك مهم جدا 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 جدا. مش هقول لكم نوع معين صن بلوك، بس لو انت بتستخدمي نوع صن بلوك مصري الصن بلوك تجدديه كل ساعه. لكن لو انت بتستخدمي الصن بلوك مستورد لا، عادي كل ساعتين. ولو انت في مكان مغلق خلاص عادي تحطيه مره واحده. لو انت بتتعرضي للشمس لا، على طول كل ساعتين. يعني على طول حطيه. انا مش هقول لك نوع صن بلوك معين، انا بستخدم دلوقتي ده اللي هو الميبلين فيت مي. طبعا انا عارفه ان دول مقاطعه بس دول كانوا عندي من زمان قوي. الميبلين فيت مي عشان هو فيه فاونديشن، يعني فيه لون، بيدي لون، بيبقى تنتد. دي درجه رقم 1، الدرجه بتاعتي. والفارماسيرز ده طبعا تحفه، بس انا مش لاقيه دلوقتي خالص، هو كده كده بقى مقاطعه. فالفارماسيرز ده كان حلو قوي قوي، الدرجه بتاعته حلوه قوي وفول كفرج. اي صن بلوك استخدميه. اوكي. المرطب انا بستخدم اللي هو السنيل اللي هسيب لكم صورته هنا، اللي هو بالحلزون. ده بيرطب حلو قوي قوي، ترطيب عميق. لازم البشره تترطب والمرطب يتغلغل بشرتي. بس قبل كل ده واهم من كل دوت
انا بس بتكلم سريعا عشان اقول لكم التريكس بسرعه. لازم، انا عندي قناعه ان انا لازم المكان نفسه يكون متنظف. يعني انا مش هحط حاجه على بشرتي تتغذى بيها وهي مش نظيفه. لازم انضف البشره تتنضف، اي مكان لازم يكون متنضف. اوكي، زي برضو الكريم بتاع التفتيح. احط الكريم التفتيح على جلد اصلا هو عايز مقشر واقول هيفتح؟ انا عايزه اقشر الجلد ده، او جلد مثلا غامق من التقشير. المرطب بيفتح اساسا، لان انتي لما تواظبي على المرطب الجفاف بيجي والاسمرار والغمقان بيجي من تقشر الجلد، الاسمرار. فال ال المرطب المرطب اوكي بستخدمه، بس انا لازم اقشر المكان ده، لازم يكون نظيف. يعني انا هحط كريم يفتح الجلد الميت؟ طب ما في جلد ميت، يعني انا هحطه على القشور ان هو يفتح القشور؟ لا، لازم احطه على جلد نظيف. فاي حاجه لازم تبقى نظيفه جدا وتتغسل كويس جدا عشان البرودكتس تستفاد منها، جسمنا وبشرتنا وكل حاجه تستفاد منها. طيب، لازم نغسل بشرتنا باي غسول مناسب لبشرتك. نغسل بشرتنا كويس جدا وندعك كده البشره كويس قوي، بالذات لو بتحطي ميك اب كل يوم. لو ما بتحطي ونسيبي ونخلي، ولو ما بتحطيش ميك اب ممكن تستخدمي المايسلر ووتر بس تنضفي كده بيها بشرتك. اوكي، ولو بشرتك بتزيت زي بشرتي تغسليها. انا ممكن ما بغسل، لو مش حاطه ميك اب ما بغسلش بشرتي كلها، بجيب على المنطقه دي بس. فلازم تغسلي بشرتك كويس جدا 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 عشان لما تستخدمي البرودكت عليها تجيب نتيجه وتستفادي بيها. طيب، بالنسبه بقى لجسمنا، وده هياخد الجزء الاكبر من الفيديو، ترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. هتقولولي اصل احنا في الصيف فالجسم بيبقى مش محتاج ترطيب. لا، محتاج ترطيب، محتاج يترطب. احنا مش هنخسر حاجه، كده كده احنا قاعدين بجسمنا كده، يعني جسمنا كله احنا يعني في الصيف. فاوريدي جسمنا باين، فبنرطب. سهل ان انتي مش لابسه حاجه، يعني سهل ترطبي. اوكي، فملناش بقى اي حجج. فاي مرطب هسيب لكم مرطب اللي هو ده بتاع ايفا، حلو جدا جدا جدا. نرطب بشرتنا، نرطب جسمنا كويس قوي. هقول لكم على تريكات علشان الجسم يفضل مترطب فتره طويله. اوكي، عشان احنا مش كل شاور هناخده هنرطب. طيب، بالنسبه للشاور، الشاور اهم حاجه. يعني انا لو هكلمكم دلوقتي، يعني فاول حاجه هتكلم معاكم عن الشاور. الشاور مهم جدا كل يوم مره. انا مش عارفه ايه مشكلتكم في ان انتوا الشاور مره واحده في اليوم. انتي طبعا هتاخدي شاور مره واحده في الاسبوع، حلو جدا جدا. تعملي سكراب، تعملي بالشاور، تعملي بقى بال بصوا، اعملوا البدع، اعملوا اللي انتوا عايزينه في المره دي. هبقى اعمل لكم فيديو خاص عن كده، بس انا بتكلم ان انتي بتاخدي شاور كويس جدا، دي مره في الاسبوع. والرطب، الترطيب مهم جدا. طيب، انا دلوقتي مش هينفع ارطب على جسم وهو برضو مش نضيف، لازم جسمي يبقى نضيف عشان ارطب عليه. طب الركب والاكواع والايدين والرجلين، لو انتوا كده، اولا ما تحطيش كريم تفتيح الا رطبي. انت كده كده عامله لها سكراب ومنضفاها كويس جدا. رطبي، الترطيب بجد بجد بيجيب مفعول سحري. كده كده الترطيب اصلا بيفتح. اوكي، طيب ايدك ورجلك بقى هنعمل فيهم ايه؟ هما كانوا بيقولوا على طريقه ان انت تلفي ايدك على بستريتش عشان الترطيب يقعد فتره اطول، بس انا مش شايفه كده بصراحه ومش هعمل كده. انت هترطبي جسمك كويس جدا، هتحطي عليه زيت، اي اويل عندك، اي اويل. الدراي اويل بيبقى افضل، بس اي اويل عندك نقطه منه بيحبس الترطيب اللي في الجسم. وهترشي عليه برفيوم. انا مش بقولك رشي على جسمك دايركت برفيوم، لا، رشي على انت بترشي على المرطب نفسه. اوكي، فبترشي على المرطب مش على جسمك. ليه؟ علشان ريحتك تبقى البرفيوم، حتى لو في عرق يبقى ريحته برفيوم، فريحتك بتبقى حلوه او بيحتفظ بريحتك لفتره اطول. طيب، ده كده بالنسبه للترطيب. يبقى هنرطب جسمنا كويس جدا بعد ما ناخد شاور كويس قوي. هنرطب جسمنا، هنحط عليه الزيت عشان المرطب. تالت حاجه هنحط البرفيوم عليه هما عشان يحبس الترطيب في جسمك، عشان المرطب يتغلغل جوه البشره. اوكي، طيب ايدينا ورجلينا، انا بلبس جلافز في ايدي، هو بيبقى بحط مرطب وبلبس جلافز في ايدي، هو سيليكون، هو ما بيعملش حاجه قوي بس يعني افضل كويس. ورجلي انا بلبس شراب، وهما بيقولوا تلبسي ممكن كيس وتلبسي عليه شراب عشان الكيس بيسخن الجلد،
فالفكره مش الموضوع مش ان انا ارطب الجلد، المفروض ان هو يتخلخل، المرطب يتخلخل جوه الجلد نفسه. فالكيس بيسخن الجلد وبيخلي الاحتكاك، بيخلي ان مش يشرب القماش، يعني لو لسه نشربه على طول هيشرب الترطيب. الكيس بيحافظ على الترطيب فتره اطول. ده بالنسبه لايدينا ورجلينا. طيب بالنسبه لمنطقه الاندر ارم تركه طبعا تحطي ديودورانت، بس تركه ان انت تحطي ليمونه وانت بتاخدي الشاور، ليمونه تستخدميها. لو حد عنده حساسيه وحساس من الليمون ما يستخدموش. انا بستخدمه بجد بجد، الليمون مفعوله سحري وبيخلي مفيش ريحه خالص، لان الليمون مضاد للبكتيريا اصلا، فبيخلي ريحتك طول اليوم مفيش اي ريحه عرق. فالليمون حلو جدا تستخدميه. اوكي. بالنسبه للمنطقه الحساسه، المنطقه الحساسه اهم حاجه عشان الريحه تبقى حلوه تشيلي الشعر منها. شيلي الشعر، تصرفي شيلي الشعر منها. لا حقيقة في العلم، بس شيلي بجد. ده يعني دي نمبر 2، ان انت ما تستخدميش عليها صابون ولا وايبس ولا اي حاجه فيها ريحه ولا كريم فيه ريحه او معطر. بجد عن تجربه الحاجات دي بتحسس المكان ده جدا جدا وبتلهبه. فما تستخدميش اي حاجه فيها ريحه خالص. استخدمي الحاجات والكريمات اللي ما فيهاش اي روائح. يبقى تاني، اول حاجه نشيل الشعر من المكان ده. تاني حاجه تستخدمي اي حاجه ما فيهاش اي مرطب، ما فيهاش اي تعطير. بتستخدمي بقى ايه؟ بتستخدمي غسول مخصص للمنطقه دي، طبعا مش كل يوم، وبتغسلي المنطقه دي. اهم حاجه المنطقه دي تكون نظيفه. كل ما المنطقه دي كانت نظيفه كل مكان مش هيبقى فيها اي ريحه خالص. اوكي. ممكن تستخدمي مرطب او كريم ما يبقاش فيه اي ريحه. وهقولك على حاجه سحريه بجد، بودره الاطفال. سيب لكم صورتها هنا. البودر دي خيال بجد. البودره ما فيهاش ريحه قوي، ثانيا بتبقى ريحتها يعني بتبقى ناعمه على الجلد كده، وبتخلي الجلد ما فيهوش احتكاك قوي. فحلوه جدا ان انت تستخدميها، وتحسي ان هي بشرتك بتبقى عامله زي البيبي. فبجد بجد بتحافظ عليها وبتعالجها من اي حاجه وبتخفي الالتهابات جدا جدا. فانا هجيب لكم صورتها واوريها لكم. ده بالنسبه للجسم كله. قلت لكم كل حاجه سريعا. طيب بالنسبه ضوافري بصوا، ضوافري كانت، بصوا ده مكسور. انا بستخدم لها زيت اللوز الحلو. الزيت اللوز الحلو حلو جدا وخفيف، بحطها كل يوم. مش هقولك هحافظ عليها بيرفكت، بس هيخليها قويه شويه طبعا مع التغذيه. بس ده اتكسر اهو وده اتكسر، بس زيت اللوز الحلو كويس جدا. و بس كده، دي كل حاجه. هوريكم صوره الباودر. صوره اهي. ممكن تجيبوا اي باودر. اوكي. تحفه. او عايزه اوريكم بس يعني جميله جدا، هتلاقوها في اماكن كتير في كل الصيدليات، واحسن من يعني دي جميله، بس بودره الاطفال عادي برضه عشان دي غاليه. بصوا بقى، عايزه اوريكم تريكه حلوه قوي قوي بتفتح جدا وجابت معايا نتيجه وفتحت لي الاكواع. انا اصلا بجد ما بتكلمش وما بقتنعش بحاجه اصلا، وبستخدم البرودكت كده يعني، بس لما حاجه بتجيب معايا نتيجه بجد بحب اقول لكم عليها وافيدكم. فتاكدوا، خدوا كلامي، تراست مي. فدوت سيرم العرقسوس. اوكي. هو بيبقى لونه كده اسمر، بصوا. وده كريم ترطيب عادي جدا انتوا عارفينه. طيب انا بعمل ايه؟ المفروض سيرم العرقسوس ده تقيل قوي، فبحطه على كريم مرطب. بحطه حبه منه على الكريم المرطب وبدمجه في بعض وبدهنه على، باخد نقطه واحطها وبدمجهم كده واروح واخداها الحته، يعني النقطه اللي حطيتها على الحته وبدمجهم مع بعض وباخدها احطها على ركبي، على الاكواع. بجد بجد لاحظت النتيجه ان الاكواع عندي مفيش الاسمرار، راح وخفت خالص خالص. بجد جربوه، حلو قوي قوي. هو بيستخدم طبعا مش على البشره، بيستخدم على الاماكن الغامقه وعلى الايدين وكده. تحطيه تدمجيه مع الكريم وتحطيه على المكان اللي انت عايزه تحطيه فيه. وده كده كان كل حاجه. فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وهسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي هنا عشان اي حاجه بقولها لكم عليه هناك بيبقى اسهل يعني. ويعملوا لي شير عشان البنات تستفاد، واعملوا لي لايك واشتركوا في القناه. واشوفكم في فيديوهات كتير جايه. باي باي.